الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في الحكاية بالبلد. ترند انفجار صاروخ في حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي سبب في وفاة أحد العاملين وإصابة آخرين بعضهم إصابات خطيرة، وهذا خطأ في السيستم الألعاب النارية مما أدى إلى إلغاء الحفل على رغبة الفنان محمد رمضان. وده كان أول خبر. وتاني خبر غضب جماهيري على تاليا بنت تامر حسني بعد إن نشرت على صفحتها وهي لابسة لبس فاضح ومغري للناس. وفي بعض التعليقات على تاليا بتقول ليها أنت صغيرة على الكلام ده وليه الملابس الجريئة، والبعض الآخر قال ليها أنت بتقلدي والدتك بسمة بوسيل. وبسمة بوسيل محدش يعرفه إنها داخلة فيلم جديد مع النجم رامز جلال. وبتقول إن رامز جلال هو اللي اختارها في بطولة الفيلم بيج رامي، وإن الفيلم ده كوميدي، وهي بتشكر الفنان رامز جلال على اختيارها للفيلم. وتالت خبر وفاء عامر تستغيث بإيمان الطوخي وتطلب منها إن تظهر في الميديا، ولازم إن تقولي إن مروة مش بنتك، ولازم تردي على الإشاعات دي. طب انت يا وفاء دلوقتي بتقولي لإيمان الطوخي إنها تطلع وترد، ترد على إيه؟ ده إيمان الطوخي دي ما طلعتش من 97. ما خلاص يا خالتي وفاء، البت كده كده أصلا اتحبست، وهنعرف إيه اللي هيحصل وإيه الحقيقة فين بالظبط. وشكرا على المتابعة، وأهم شيء الاشتراك في القناة واللايك، وشوفوا حلقاتنا اللي فاتت وحلقاتنا اللي جاية.